وأخ يقول: ما النصيحة لإخواننا في بلاد الضالع وفي غيرها من البلدان في ظل هذه الأحداث؟ النصيحة لنا جميعا، لنا ولإخواننا المسلمين، بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الفتن والاختلاف. جاء في حديث عقبة بن عامر في سنن الترمذي وغيره أن رجلا قال: يا رسول الله، من النجاة؟ أي إذا حصلت فتن واختلاف، من النجاة للمسلم؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. 3 وصايا عظيمة. أمسك لسانك، لا تكن سببا في تأجيج الفتن وإثارتها بلسانك. أيام الفتن موضع زلل، احفظ لسانك، تتكلم في شيء ثم يتبين لك خلافه. وليسعك بيتك، أي لا تخالط أهل الفتن، لا تخض معهم، اجلس في بيتك. وابكي على خطيئتك، أي أصلح أمر نفسك، حاسب نفسك، مل بالطاعة، ابتعد عن المعاصي. مثل هذه الوصية ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد وأبي داود، وهو أطول منه، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت عنده الفتن، فقيل له: يا رسول الله، ما توصينا؟ قال: إذا رأيتم الناس مرجت عهودهم وضعفت أمانتهم وصاروا هكذا، وشبك بين أصابعه، اختلاف شديد، فالزم بيتك واملك لسانك وأتي ما تعرف ودع ما تنكر، والزم أمر خاصة نفسك واترك أمر العامة. في وصايا عظيمة من نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا رأيتم الناس مرجت عهودهم، العهود والمواثيق والاتفاقات التي بينهم مرجت، اختلطت، لم يوفوا بها، وخفت أمانتهم، ضعفت الأمانة والمعاملة بالصدق فيما بينهم، واشتبك حالهم حتى صار هكذا وشبك بين أصابعه. فأوصاهم بهذه 6 الوصايا. فالزم بيتك، لا تخالطهم في الفتن، ابتعد، لا تخض معهم. واملك لسانك، لا تطلق لسانك، املكه واجعله مملوكا لك، لا تكن أنت مملوكا للسانك، بل اضبط اللسان وتكلم بما يرضي الله جل وعلا، ولا تخض في الفتن. ثم أشار إلى قاعدة عظيمة، قال: وأت ما تعرف ودع ما تنكر. إذن الواجب يفعل الإنسان الأمور الواضحة، المشتبهة يتركها. اشتبه فتنة، دم حرام، قتال، أخذ مال، صار فيه اشتباه، اترك. افعل ما تعرف، ائت ما تعرف، ودع ما تنكر. هذا مما يسلم به الإنسان في زمن الفتن، أن يعمل بالأشياء المسلمة اليقينية التي يعرفها، والمشتبهات يبتعد عنها. قال: والزم خاصة نفسك واترك أمر العامة. زم خاصة نفسك، طلبك للعلم، ذكرك لله، صلاتك، صيامك، عبادتك، قراءة القرآن، اترك الخوض في أمر العامة، ولا سيما من لا يحسن. فهذه وصيتنا لإخواننا في هذا البلد وفي غيره في الفتن. هكذا أوصي إخواني في هذا البلد، في بلادنا بلاد الضالع، أوصيهم بأمر مهم، وهو أن ينتبهوا لعدوهم. لا يستغل هذا العدو الرافضي هذه الاختلافات بين الناس فينقض على بلاد المسلمين. انتبهوا لعدوكم. الذي يرابط في سبيل الله،
اتركوا الخلافات جانبا، أنتم إخوة في هذا البلد جميعا، أنتم أهل سنة على الإسلام وعقيدة واحدة، فكونوا صفا واحدا في وجوه الأعداء. أوصي إخواني في الجبهات بالثبات واحتساب الأجر والاستمرار على ما هم فيه، ولا يرى عدوكم منكم ما يفرحه، بل تكاتفوا وتآخوا، وليقوي بعضكم بعضا، وسدوا هذه الثغور العظيمة التي أنتم فيها، فوالله إن بلادكم هذه تعتبر بابا للمناطق المحررة. إذا انكسر هذا الباب انكسر ما وراءه. فالله الله في الثبات، الله الله في التآخي. حصل خلاف في الأيام الماضية في أمور، اتركوا الخلاف جانبا، ما دام عندنا عدو هو عدو للجميع والجميع متفق أنه عدو، هذا الواجب، أن ينبذ الناس الخلاف وألا يتأثروا بما قد حصل، وأن يصمدوا في وجه عدوهم، وأن يتكاتفوا جميعا. هكذا وصيتنا لإخواننا في هذا البلد وفقهم الله في غيره، الحرص على حفظ الأمن، ولا يجوز لإنسان أن يخل بالأمن ويكون سببا في انتشار الفوضى وفي انتزاع الأمن، فإننا في بلد على مشارف العدو، وإذا اختل الوضع أمنيا في الداخل سهل على الأعداء فعل ما يريدون. فوصيتنا لإخواننا المسؤولين في هذا البلد، وهكذا لسائر المسلمين، لعامة الناس، للعقلاء، أن يجتهدوا جميعا في حفظ الأمن وتثبيته، وإبعاد ما يدعو إلى الثرثرة والشوشرة وبعد الأمن. فهذا والله الخير والسعادة للناس، أن يكونوا في أمن وأمان واستقرار، وأن ينتبهوا لأعدائهم. هكذا وصيتنا لإخواننا كما سبق بالحفاظ على الممتلكات والحفاظ على الأموال العامة، وأن يعين الناس بعضهم بعضا على الخير، فهذا الذي فيه نفع. نحن كما سبق بارك الله فيكم في بلادنا هذه أناس أهل سنة، ليس عندنا شيعة روافض، ولا عندنا صوفية عباد قبور، ولا نحوهم، كل الناس أهل سنة، يحبون القرآن، يحبون السنة، يعظمون ذلك، فواجب أن يسعوا فيما فيه نفع لهم ولبلدهم، يثبتوا الأمن، أن يعززوا الجبهات، أن يتماسكوا، والذي هو مرابط في الثغور يثبت على ما هو عليه في خير واستمرار للخير واستمرار لحياة الناس الطبيعية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا وعن بلادنا وعن دعوتنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واكفنا شره بما شئت يا قوي يا عزيز. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولإخواننا الثبات على الحق حتى نلقاه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.